اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم حبيباتي، اش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا طيبين وبصحة جيدة يا رب. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم شوربة البروكلي بطريقة زوينة بزاف ومميزة، وكتخلي الشوربة تضل فريش وفي اللون ديالها. بسم الله. بالنسبة للمكونات عندنا شوية ديال الزبدة تقريبا 60 غرام، عندنا فلفل اسود الابزار، وعندنا الملح، وعندنا الجبن المربع اي نوع من الجبن، عندنا بصل. بالنسبه لي انا استعملت بصل اخضر. بالنسبه في بعض البلدان كالمغرب مثلا عندهم البورو. عندنا البروكولي اللي هو المكون الرئيسي، والبطاطس، وهادو السيقان او العيدان ديال البروكولي حتى هما كنستعملوهم. بالنسبه للبروكولي فكناخدو دوك الشجيرات ديالو كنفرقوهم على بعض، والسيقان ديالو تما كنقيوهم وكنستعملوهم في الشوربه. المقادير غادي تلقاوهم ان شاء الله في صندوق الوصف. في قدر او في اناء كي توضع على النار غادي نوضعوا فيه شويه ديال الزيت والزبده. بالعاده الشوربه كنحضروها غير بالزبده، لكن ضروري نحطوا معها شويه ديال الزيت باش الزبده ما تحرقش. كنزيدوا عليها البصل والفلفل الاسود والملح، غادي نشحروهم شويه. غادي نزيدوا المكعبات ديال البطاطس او ديال البطاطا، ونحركوا شويه باش تاخد النكهه ديال الزبده والبزار والملح. كنزيدوا السيقان او اعواد ديال البروكولي. بالنسبه لهاد الشوربه فهي عندها السر انها باش تضل في اللون ديالها، فهي كنطبخوها على مرحلتين. كنضيفوا الكميه الكافيه ديال الماء اللي غطيب فيه البطاطا وباقي المكونات. بطبيعه الحال ما يكون ساخن. كنعتذر منكم على هذا الازعاج ديال الصوت ديال السيارات وديال الشارع تقريبا. في اناء تاني غادي نوضعوا فيه الماء ساخن لدرجة الغليان، واناء تاني غنوضعوا فيه ماء مثلج يعني بارد كتير. هذا هو السر باش يخلي الشوربه تبقى لونها اخضر، اننا غادي نسلقوا الوريدات ديال البروكلي بوحدهم في الماء غليان وفيه شويه ديال الملح. كيف ما كتلاحظوا فملي كنوضعوا البروكلي على الماء سخون بزاف اللون ديالو كيتزاد يولي اخضر. كنخليوه تقريبا 5 دقائق، كنخليوه حتى كيطيب بزاف باش ما يفقدش اللون ديالو، وكنحيدوه من الماء وكنوضعوه في الماء اللي قلت لكم مثلج او بارد بزاف.
هذا هو السر اللي كيخلي الشوربة تحافظ على اللون ديالها، لان لو كنا طبخناه كله مع البطاطس ومع البصل وهذا وغادي يبقى يطيب بزاف، غادي يمشي ليه اللون وما غتبقاش الطراوه ديال البروكولي، فغادي يفقد اللون ديالو. بالنسبه للمكونات او العناصر اللي وضعناها الطيب، البطاطس والبصل والسيقان ديال البروكولي، فتقريبا جاهزه. وكل ما كينقص الماء من الشوربه كتزيدوا شويه، غير يكون الماء غليان ما يكونش بارد. كنخليوها حتى كتبرد او كنطحنوها سخونه، لكن غنطحنوها بالهاند بلاندر فكن نطحنوها سخونه عادي. اما الا كانت البلاندر العاديه اللي هي الميكسور او على حساب كل واحد وشنو عنده باش كيطحن الشوربه، فالافضل انكم تخليوها تبرد. وكنزيدوا المكعبات ديال او المربع ديال الجبنه، قطعتين او 3 قطع على حساب الكميه ديال الشوربه اللي عندكم. بطبيعة الحال قبل ما نوضعوا البروكولي خصنا نخليو الشوربة الاولى تبرد، باش ملي كنوضعوا عليها البروكولي ما كيفقدش اللون ديالو. الا حطينا البروكولي على الشوربة بعد ما طحناها وهي سخونة ما غاديش تبقى في اللون ديالها. كنطحنوه بهذه الطريقة حتى كيولي الملمس ديالو ناعم. شفتوا اللون ديال الشوربه كيبقى اللون ديالو خضر وكيشهي، بعكس الا كنت طبخناه كله او طيبناه كله غادي تجي الشوربه ديالها كانها لون بطاطس او لون كاشف. هذا هو الشكل ديالها بعد ما طحناها. ما كنعاودوش نحطوها على النار الا ما كناش غادي نشربوها في نفس الوقت. ملي كنبغيو نقدموها او نشربوها كنعاودو نسخنوها ونحطوها. الشوربه ديالنا جاهزه للتقديم، فهي كتجي لذيذه بزاف وشهيه واللون ديالها كيشهي كما كتشوفوا. فكنتمنى انكم تجربوها بنفس الطريقه، وهي صحيه ومفيده للكبار وللصغار. نتمنى انكم تعتمدوها لاولادكم. حبيباتي، الفيديو ديال اليوم سالا، وصفه اليوم سالات، فانتظروني في فيديو جديد ووصفه جديده على قناه ندى جاد. مع السلامة.